احفظيه من السنة للسنة بالطريقة دي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يلا نبدأ معانا نعمل الطريقة الجميلة دي اللي تقدري تحفظيه من السنة للسنة من غير ما يجراله أي حاجة ولا يتغير اللون ولا يتغير الطعم. بصي يا ست الكل، احنا هنجيب معانا هنا الفلفل الأحمر الحار اللي احنا عارفينه ده. هنبتدي نشيل القطعة اللي هي الخضراء، وهنبتدي كمان ننضفه من البذور اللي جوه، يعني نفتحه وننضفه بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول لكم ان الطريقه دي جميله جدا وحلوه قوي، هتعجبكم قوي ان شاء الله، لان هي دي الطريقه الصح. هبتدي انضفه بالشكل ده لحد ما اخلص الكميه اللي عندي. عايزه اقول لكم كمان ان الكميه دي بسيطه جدا بالنسبه لي انا، هي تكفيني قوي لان انا احتياجي ليها للشطه ما بيبقاش كتير. الكميه دي تقريبا 250 جرام، يعني ربع كيلو من الفلفل. هبتدي اجيب الكبه بتاعتي واحط السكينه بتاعتها بالشكل ده، وبعد كده هجيب معايا احط فصوص من الثوم. انا هزود شويه فصوص الثوم لان الاساس الهريسه ان لازم يبقى فيها الثوم كتير. خلاص كده. هبتدي بقى ان انا اجيب معلقه من الملح كبيره ومعلقه كبيره من السكر، الاتنين زي بعض. وهضيف كمان عندي هنا الخل الابيض، يعني هضيف منه تقريبا ربع كوبايه من الخل الابيض. هبتدي بقى ان انا اضيف الفلفل بتاعي اللي احنا نضفناه من البذور بتاعته بالشكل ده. هبتدي اضيفه في الكبه وهخلط كل المكونات كلها مع بعض. ديت طريقة الهريسة الشطة. الطريقة دي جميلة جدا ممتازة قوي، وهتحفظيها عندك لوقت طويل. خلاص كده. هقولك كمان هتضيف ايه عليها كمان اكتر من كده. هبتدي ان انا اغطيه بالشكل ده واشغل عندي الكبة لحد لما اخلطه كله، اخليه ناعم جدا، اوصله لمرحلة كده ان ما يبقاش فيها اي قطع كبيرة، يعني تبقى قطع صغننة جدا، صغيرة على قد ما اقدر. الطريقة دي تقدر تستخدميها طبعا في الهاند بلندر، في الخلاط، في الكبة. زمان كانوا بيعملوها في الهون، عارفين الهون بتاع التوم ده، كانوا بيدقوا فيه برضو مفيش مشكلة الشطة دي، علشان بصراحة هي بتطلع جميلة جدا. خلاص انا خلطت شوية. هبتدي اجيب بقى اتنين من الليمون، وهبتدي ان انا اقطعها وانضفها من البذور بتاعتها واعصرها على الخليط بتاعي. خلاص كده. وبعد كده هبتدي ان انا اشغل عندي الكبة عادي خالص، وابتدي اخلط كمان المكونات تاني مع بعضها بالشكل ده. اوعي تضيفي عليها ميه، خليط ان انت تضيفي عليها ميه في الوقت ده، لا غلط، مش كويس خالص. الطريقه دي بقى انت ممكن تحفظيها عندك في برطمانات كده وتقفليها، بتبقى جميله جدا معاكي طول الوقت. ممكن تضيفيها على المشاوي، الفراخ المشوية بتطلع جميلة جدا معاها. صوص كده جنب الأكل بيطلع جميل جدا وحلو قوي. يعني بعد كده بتستخدميها هتضيفيها في في برطمانات وتضيفي عليها معلقتين كده على الوش من الزيت، وتقفليها كويس جدا وحطيها على باب التلاجة.